الوزن اللي بلعب بيه. لو انا بجيب بيه 8 عدات مستريح وداخل على 10 وال 12، لا كده انا محتاج انط على الوزن اللي بعده. يعني انا مثلا بلعب في واحد ممكن يحفزك زياده يخليك تتصاب. يعني انت مثلا واحد اخرك مثلا في البنج 35 30، يلا خش هجيب، خش بال 50 خدت الكلمتين وخدت هوب العب اول عدة تيك اصابه. تعال عندي ما تيجي تلعب مكاني يلا. اجي العب مكانك. ما تيجي تلعب مكاني يا واحد. سكتني فدي كفايه. ما تيجي تلعب مكاني. ثابت وبنزل، الكوع ثابت ما بيتحركش. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده فلوجايه جديده، هناخد مع بعض تمرين بوش عنيفه، وهنرد برضه على بعض اسئلتكم. في شويه اسئله كده جت ناس المبتدئه، ان شاء الله اتمنى ان انتم تستمتعوا. ولو انت اول مره تشوفني فانا الكابتن عنتر، ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس. هنجاوب النهارده على اشهر الاسئله واشهر الغلطات اللي بيقع فيها الناس المبتدئه. ما تجيبش قهوه ساده تاني يا كرولوس بامانه. ما بشربش الا هي وانت عارف مش عايزها. لا يا جدعان، القهوه الساده اقسم بالله حاجه زباله. اوعى يا اقول لك ايه طيب؟ ما انت عايز اتمرن. طبعا النهارده احنا عندنا تمرين البوش. هناخد النهارده في تمرين البوش هناخد 3 اشكال للبنج، وهناخد واحده امامي واحده جانبي، وهناخد شكلين تراي. والكارديو، الكارديو ثم الكارديو ثم الكارديو. الناس اللي عايزه تخس، الناس اللي ما بتطيقش المشيه، اقسم بالله والله العظيم ولا انا بطيقها. معاكم حق بس هنعمل ايه؟ خش كده بال20 ايه نسخن. بسم الله. مثلا لو انت داخل مثلا 50 تاخد من وزن قريب منه تسخن بيه. طبعا انا اوزاني في الشيست ميته خالص عشان اكون صريح معاكم. بنج عندي ضعيف جينيا، وفي نفس الوقت اصلا انا عندي اصابه في كتفي، وفي نفس الوقت بحاول ان انا اطور البنج، فبركز على التكنيك اكتر. بسم الله. خدنا اول واحده تسخين عشان العضله بس تبقى ايه مستقبله الحمل اللي انت هتحطه. طبعا بقى الكتف كينج الاصابات، كينج الاصابات الكتف. لازم تسخن كويس كتفك ثم كتفك ثم كتفك. عايز اقول لك انا اقسم بالله في جيم 3/4 اللي فيه كتفهم بيطقطق. طب ده عيب تمرين ولا بيبقى عيب طريقه التمرين ولا طريقه التسخين؟ ده بيبقى عدم تسخين، بيبقى تلعب بوزن مش مناسب. ممكن تلعب بوزن مناسب فعلا بس الطلعه بتاعتك غلط. يعني انت مثلا تاخد الوزن، المفروض بطلع بالوزن 1 2 واحده واحده. لا، في ناس تقوم واخده لك مثلا ايه، ادي الدمبلين اهم، طلع كده البتاع دي كده، ادي مثلا الوزن كده حاطه على رجله كده اهو، حد هيروح يشرب هيلا هوبا. دي لوحدها، المرجحه دي لوحدها دي تجيب لك اصابه في الكتف. في ناس تاني بيبقى واخد وزن يعني هو طالع بيه اصلا بالعافيه، والحاجات دي هو يعني العده الاولى، وفي واحد بيأمن وراه يعني هو بيلعب كده اهو، واللي واقف وراه هو بيلعب باي، هو بيلعب باي معاه والله.
كوتش في كسر الاوزان، ايه؟ كسر الاوزان اه، يمشي ازاي؟ الطريقه اللي انا اكسر بيها وزن صح. كسر الاوزان. انا بلعب النهارده 10 كيلو، انا عايز اكسرها 20 و30، امشي طب ازاي؟ كسر الاوزان عشان تكسر وزن، انا عموما لازم اعرف الوزن اللي انا بلعب بيه هل هو مناسب ولا لا. بمعنى انا دلوقتي الوزن اللي بلعب بيه لو انا بجيب بيه 8 عدات مستريح وداخل على 10 وال 12، لا كده انا محتاج انط على الوزن اللي بعده. يعني انا مثلا بلعب بال 20 داخل فيها 10 و12 عده، كده الوزن ده انا تمام فيه. ابتدي اخش على ال 25 بلعب بال 40 بجيب بيها مثلا 10 12 عده، خلاص اخش على الوزن اللي بعده. الوزن اللي بعده طبعا هيبقى تقيل، يبقى اخري فيه اخري لو جبت 8 عدات كده انت حلو. بفضل بقى مع الوزن ده لحد ما يخف معايا وبقى اجيب بيه ال 10 12 عده ايه مستريح. خلاص طالما وصلت لل 12 عده بالوزن انا قادر اجيب بالوزن اللي بعده 8 عدات. ده طريقه ان انت تعرف ازاي تلعب ان الوزن ده مناسب ليك ولا مش مناسب. في ناس هي بتطلع من اول عده هي بتموت. لا طب ليه يا ابني؟ انت بتموت اصلا في اول عده، فبالتالي مش هتعرف تجيب معاك اي حاجه لو جبت 3 عدات. بتجري في مكانك بالبلدي كده. بالظبط، ولا هتلاقي تطور في اوزان ولا تطور في شكل. نكمل على كده؟ ماشي. عادي بقى، مشي الدنيا كده كده، انت هتقصقص اصلا في صباح الفل. والله ما قادر اوقف، والله اصلا ما قادر ادوس على الزرار اصلا. ما تشدش كده عشان دراعك ما ينمش وانت شايف. تعالى عدل ما تيجي تلعب مكاني يلا. اجي العب مكانك. ما تيجي تلعب مكاني يا انت احسن. كبتني، فدي كفايه. ما تيجي تلعب مكاني. هتخليني بقى اطلع عليك المغرور اللي جوايا. انا رحت عملت اختبار للنرجسيه والحمد لله طلعت احسن منكم كلكم. ايه بلس، ايه بلس في شوال مرتب على الدفعه اول 4 سنين. مين امين يا ابني، ما تقوم وتظهر معانا، ما تتعبش. لا قوم اتمرن، عايزك تقوم تتمرن. عايز تنام تفضل عايز طول عمرك تت- يا عم هو واحد نايم ساعتين واحد نايم 3 ساعات، انا لسه عمال اتكلم اهو عايز أقول قول لك حاجة. النوم النوم وانا النوم. نايم ساعتين. وانا اول واحد نومي بايظ. لا حتى وانا نايم ساعتين اصلا. يا ربي. طب سنه كام هتيجي؟ اه لا توماس ما يغركش ان هو طويل، توماس 15 سنه يعني اهو. لا خلي بالك توماس ده توماس كام؟ عامل 15 سنه والله. اه لا توماس ده الله اكبر يا عليه. جدعان ما شاء الله عليك. انا اقوى 15 وحش وحش. خلي بالك ده كان حته كرومبو، ده تحول. كان كرومبو والله. اوريك شكلك لو هتتصدم بأمانة. بسم الله. ما انت عادي زي يابا انت انت شرف ليه يا ابويا والله. أنا مش عايز ابوظ له كل ده. لا لا ما فيش الكلام طب ده، وإيه شرف بس لينا يا يا عم، مفيش الكلام ده. بسم الله. في سؤال للمبتدئين، اتمرن كام يوم؟ اتمرن كام يوم وساعة التمرين بتأثر ولا لا؟ يعني هو السؤال مجموله كله هتمرن كام يوم في الأسبوع؟ ولو أنا زودت ساعات التمرين بتأثر ولا لا؟ في ناس تنزل تتمرن طبعا معروف اول اسبوع اول اسبوعين الحماس بقى والتحفيز بيبقى ايه طالع ادرينالين في السماء. ينزل وعايز يروح ال7 ايام. هو على العموم كده كده يعني لازما الرينج الطبيعي من 4 ل5 ايام، يعني ما تعديش ال5 ايام. لازما يبقى في فتره راحه عشان جسمك يعمل ريكفري. مرحله الاستشفاء ديت لو انت اهملتها انت بتخش في مرحله الهدم العضلي، لو انت بدل ما بتبني بتهد. اما بالنسبه لمده التمرين في غالبا انا من وجهه نظري ما تعديش من 45 دقيقه، اقل حاجه لساعه ونص المينيمم. ساعه ونص بتاعك اقصى حاجه. طبعا بقى ده في حال ان انت لو بتتمرن لوحدك او بتتمرن مع ناس مركزه. لو انت ما بتتمرن بقى مع ناس علوق
يقعد يخش مجموعه وتلعب مجموعه وتهقوا في مجموعه، معاك ساعتين ساعتين ونص، ايه اقل حاجه. عشان تستاهل ان انت تتدلع بعد كده. لا لازم أن تخلي بالك وتعرف تنقي مين الناس اللي بتتمرن معاك. في ناس ممكن تحفزك، بس في ناس ما تبقاش سلكلك. في ناس انت ممكن لو شافك بتشيل وزن اتقل منه يحسدك يحبطك، وفي واحد ممكن يحفزك زياده يخليك تتصاب. يعني انت مثلا واحد اخرك مثلا في البنج 35 30، يلا خش هتجيب، خش بال 50 خدت الكلمتين وخدت هوب العب اول عدة تك اصابه شكرا. فبرضه لازما يكون في عقل شويه، اختار الناس اللي انت بتلعب معاها ناس تزقك لقدام، تطوروا بعض، يكون في بينكم تحدي، ما بقولش تتحدوش بعض، بس تبقى المنافسه بينكم شريفه، تكونوا انتوا سالكين لبعض، يبقى اللي انت مثلا لو حد بتتمرن مع حد يكون سوي نفسيا. راح شويه انا عطشت. خدنا كده واحده شيست عالي، خش بعد كده بقى ناخد اي حاجه بنش سفلي، ممكن تاخدها على البار، ممكن تاخدها على جهاز الدفع لو موجود، ممكن تلعبها برضو على جهاز الدمبل. جهاز دمبل ايه، ممكن تلعبها على الدنابل عادي حر. انا بفضل اخد واحده دمبل وواحده ماشين على جهاز الدفع. بسم الله. كوتش في كارديو بيخسس عضل؟ لا هو الكارديو بيخسس دهون، بس في حاله واحده الكارديو ممكن يخسس معاك عضل او يخليك تخسر عضل، في حاله لو انت ما بتدخلش البروتين الكافي لجسمك، يعني ما بتاكلش كويس، يعني انت اكلتك ضعيفه مقارنه بالحرق السعرات بتاعك، وانت دايس على الكارديو هتلاقي نفسك بتخسر دهون وبتخسر عضل. كوتش ليه وزني ثابت رغم التمرين؟ وزنك دايما بيبقى ثابت رغم التمرين، دي بيبقى ليها علاقه باكلك. انت دايما بتاكل ايه؟ وايه الكميه اللي بتاخدها؟ وعلى حسب انت عاوز تزيد ولا تخس، يعني انت مثلا وزنك ثابت وعاوز تنزل ولا وزنك ثابت وعاوز تزيد؟ لو وزنك ثابت وعاوز تنزل بتبتدي ان انت تبص على السعرات بتاعتك، الكالوري بتاعك لازم بيكون مقلل السعرات اكتر ما انا جسمي ما بيحرق. انا بحرق مثلا 3000 عشان انزل في الوزن والاقي الوزن فعلا فيه تقدم، بقلل من 300 ل 500 سعر. لو انت مبتدئ ما تقللش قوي، يعني قلل هم 300 بس. ومع ذلك لو انت بقى هارد جينر او رفيع وعاوز تزيد، زود في السعرات زي ما انت عاوز، بس زود في السعرات اكل نضيف. خلصنا تاني شكل للشيست كده، خدنا واحده عالي، خدنا شكل عالي وخدنا شكل واطي. اخر شكل هناخده معانا للشيست هو الفراشه. ممكن تاخد البطل فراي او ممكن تاخدها على التفتيح على الكيبل، ممكن تفتح بالدنابل، بس يستأمن يعني يا تفتيح على الكيبل يا اما تاخدها فراشه. نصيحه بقى لكل مثلا حد الشيست بتاعه ضعيف، دايما هتلاقي الناس هو عايز شيست ضعيف، هو عايز في نفس الوقت يبقى ماشي بيرضع ماشي والله العظيم. يعمل ايه؟ يخش 30 تمرينه للبنش، ياخد بار عالي، بار واطي، دمبل عالي، دمبل واطي، تفتيح عالي، تفتيح واطي، دفع، فراشه، ياخد كل ده. انا مع نفسي كنت بعمل الكلام ده زمان والحمد لله عمري ما اتطورت عليه نهائي. هو عشان تطور الشكل تلعبه بفوليوم كويس، توصل للفيلير
3 اشكال: شكل عالي، شكل مستوي، تفتيح على الفراشه وعلى الكابلات. امشي على السبليت ديت بالظبط 3 شهور واتفرج على شيستك هيبقى عامل ازاي، هيبقى قد دماغك. بسم الله. انت كده مش بتشرح في جيم، انت كده بتشرح في فيلم. انت كده مش هينفع. ابقى احط عليها نيو نيو يا ابني. مش عارف وانا ما منتش هلاقي التيت دي ولا لا. انت لو ما لقيتهاش هتبقى كارثه، هتبقى كارثه. عارف اللي هو البتاع تيجي تعمل ايه؟ فا عارف البتاع بتاعت صوت إيه؟ بسم الله. اشتروا. عاش. هتيجي هتيجي. يا لهوي ايه المفروض؟ والله قلت النوم وحش. الوقت المفضل ان انا اتمرن فين؟ افضل وقت للتمرين. افضل وقت للتمرين الوقت اللي انت تقدر تستمر عليه على حسب شخصيتك. انت كائن ليلي ولا كائن نهاري؟ انا عن نفسي انا راجل ليلي. انا اتمرن الصبح. انا راجل ضد الصبح، ما بحبش اعمل حاجه بالنهار. يعني انا بحس ان انا لو طلعت في الشمس هتحرق هتبخر. والله العظيم. يعني انت عايز تقابلني، عايز تقعد معايا بالليل، بالصبح ما اعرفكش. انساني. والله بحس ان انا لو طلعت بالنهار احس ان انا بتبخر. فانت على حسب شخصيتك، انت على حسب بتحب تلعب امتى، انت على حسب. ما تبقاش انت مثلا راجل ليلي تبقى اغلبيه وقتك كله بالليل ونام بالنهار. دي انا هلعب بالنهار تلعب عكس النهار. مش حلو. هتيجي يوم اتنين بس انت عشان عكس طبيعتك. اليوم ده هتيجي تاني عمالين التمرين وهكذا. فانت شوف الوقت المناسب ليك سواء صبح او ليل. ما كنتش في سؤال في الفلوج كان بيقول ان الحياه عامله ازاي بعد التخرج. الحياة عاملة ازاي بعد التخرج؟ بص، عايز اقول لك هي الفترة ديت هي هتكون اصعب فترة هتعدي عليك بالمعنى الحرفي. ان فترة بعد التخرج ديت انت بتكتشف فيها ان الشهادة لوحدها مش كفاية. هتلاقي ان الحياة مش مستنياك، وانك هتلاقي الحياة مش هتستناك، هتلاقي كله ماشي ما عدا انت. هتحس نفسك ان انت دايما واقف مكانك. ناس بتشتغل، ناس بتبدأ، ناس بتتحرك، ناس بتسافر، ناس بتتجوز، ناس بتخلف، وانت بتحس نفسك ان انت قاعد في النص ما بتعملش حاجة، وفوق ده كله كمان تايه مش عارف انا رايح فين ولا جاي منين. والاصعب من كده كمان انك تبقى تايه وفوق ده كله مش فاهم نفسك. تيجي تاخد خطوة، مرة تقول انا هبدأ في المجال اللي انا فضلت ادرس فيه، مرة تانية تقول لا انا هشوف لي اي صنعة وخلاص، مرة تقول انا همشي حسب شغفي، هشوف الحاجة اللي انا بحبها وهمشي فيها، ومرة تانية تحس ان انت المجتمع اصلا بيزود عليك ضغط بدل ما يهون. تيجي لك كده شعور تحس ان انت ضيعت سنين عمرك كلها على الفاضي. 12 13 14 سنة تعليم بلح كله رطار في الهواء. وفي ظل انت بقى وسط التوهة والمدعكة ديت تلاقي واحد خنزير يجي يقول لك انت قاعد في البيت ليه؟ انت لحد دلوقتي لسه ما اشتغلتش، إيه انت لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتش، انت لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتش. وحاجه بجد. واللي يقول لك مثلا انت ما انتش انا فاهمك بس تلاقي واحد يقول لك خلاص يا عم شوف لك اي صنعه وخلاص واشتغلها. فتيجي انت هنا تحس ان الواحد من دول تحس ان هو بقى محصور بين نارين، ما بين نار ان هو مش لاقي نفسه ونار تانية الناس مش سايباه في حاله. الحقيقة ان الحياة بعد التخرج عايز اقول لك هي قاسية جدا، قاسية في الفرص، قاسية في المقارنات، قاسية في الشغل، قاسية في الاهل، قاسية في كل حاجة خالص. ومع ذلك بعد ده كله بقى بيبقى مطلوب منك ان انت تبقى مبتسم ومركز وشغال وناجح ومتجوز ومخلف وفاتح بيت وأسرة وعربية. تحس ان انت دايما مطلوب منك تعمل ومعاك البيزنس بتاعك كمان بالمره. يعني انت لو طلع لك مصباح علاء الدين، هو انت مش هتدعك المصباح، هو هيطلع يدعكك فعلا بامانه. بس هو عشان برضو نكون خلينا واقعيين شويه،
مفيش حاجه بعيده عن ربنا، كل حاجه يعني هي مقدور عليها. اصحى يا انت جاي عاش يا أكبر، عاش. انت جاي تنام. بس عشان تكون عارف ان الفتره ديت هي مش نهايه الحياه، ده يعتبر انت بقى اول احتكاك واول اختبار حقيقي انت بتواجهه في الحياه. اوعى تفتكر دايما ان انت متاخر عشان صحابك سبقوك، وتلاقي كل اللي حواليك بيوصل، في اللي عمل بيزنس وفي اللي سافر وفي اللي اتجوز وفي اللي خلف. انت مش في سباق مع حد، كل واحد ليه توقيته، كل واحد بيوصل بالتوقيت بتاعه. فانت ابعد نفسك عن المقارنات وركز في طريقك. وزي ما قلت لك كل واحد ليه توقيته، وكل واحد برضه ليه المعركة والحروب بتاعته اللي محدش شايفها واللي محدش يعرف عنها حاجة. خد بالك انت لو هتبص على حياة الناس على السوشيال ميديا، هو كل واحد بيحب يصدر لك الجانب اللي هو عاوز يصدره لك مش اكتر. انما معلش انت زي ما انت شايف حلو، هو ورا في مدعكة، في نار جهنم، بس كل واحد عنده مشاكل، كل واحد عنده هموم، بس هو بيوريك اللي هو عايز يوريه لك، بس انت ما تعرفش هو مر بايه. اخطر حاجة تعملها بعد التخرج انك تقنع نفسك ان خلاص انت بتحبط نفسك، وبتقنع نفسك ان انت القطر فاتك. لا، هو انت لسه قدامك الطريق طويل، لسه الرحله اصلا يا دوب معاك بتبدا، حاسس ان انت متاخر. فده طبيعي. لو انت حاسس ان القطر كله فاتك وانك ما بداتش في حاجه، عدي يا كوتش عدي. ف... فده طبيعي، مفيش اي حاجه جدا، بس المهم كله انك ما توقفش، تاخد خطوات، حتى لو خطوات صغيره، مش لازم خطوات كبيره. مش لازم ان انت لو قدامك فيل وعاوز تاكله اكيد مش هتاكله على مره واحده. مش هقول لك بقى في يقف في زورك ولا الكلام ده، بس آه لو قدامك فيل وعاوز تاكله كله حته حته، خد خطوه خطوه، هتلاقي نفسك بتوصل، هتلاقي نفسك بتعدي. كل حاجه مع مرور الوقت بتيجي طالما انت بتسعى. حتى ربنا بيقول لك ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انا حرقت كتير قوي في السؤال ده. مين اللي بعت السؤال ده؟ ماشي، يلا تعالى نقوم نكمل تمرين كده. شكل بقى ايه؟ شكل واحد كتف جانبي في 3 مجاميع، وهناخد شكل تاني للكتف الامامي على حسب بقى. ممكن تاخد مثلا بريسات، ممكن تاخد ايه دمبل فردي، ممكن تاخدها على الماشين، ممكن تاخدها على البار السميث، على حسب اللي انت ترتاح ايه فيه. مش شرط يعني ان انت تمشي على تمرينه معينه، لا، شوف التمرينه اللي انت تريحك وامشي عليها. قلة النوم وحش. هو باين عليك اصلا يا كوتش الصراحه. اهم حاجه في الكتف الجانبي ثبت ظهرك، لان كده كده الكتف الجانبي يعني عضله صغيره، مش العضله اللي هي محتاجه اوزان اللي هي. في نفس الوقت الاداء، ركز على الاداء. الاداء دايما هو اللي هيطور اوزانك وهيطور شكل العضله. عتاله، وبرضه عشان ما اعملش فيها مثالي انا بعتل، بس بحاول على قد ما اقدر احافظ على المدى الحركي. يعني بقالي فتره كده ايه سبتني من العتاله خالص، بحاول اركز على الاداء على قد ما بقدر. بس العتاله حاجه من الاتنين، اخرتها بجد يعني يا اصابه يا هتتنيل على عينك مش هتطلع عضل. حرقت كتير، حرقنا كتير قوي. احنا بقالنا اكتر حوالي من 2 3 بنصور. هناخد شكل كتف امامي.
خلاص كده خلصنا الكتف. هناخد شكلين تراي، واحده بوش داون واحده اوفر هيد، وكده خلاص بامانه عايزين من الصيف. انا كنت من عشاق الصيف، بس من ساعه ما دخلت اللعبه الوسخه دي اقسم بالله كرهته. اخر شكلين هتاخدهم من التراي، هتاخد واحده بوش داون. مش شرط بقى حد يقول لك الحبل احسن، مسطره الزجزاج احسن، المسطره الثمانيه الحديد احسن، كله شغال. اهم حاجه ان العضله بتشتغل في وضع الانقباض والبساط. خلاص هتاخد واحده بوش داون، واخر شكل هناخده وان اوفر هيد برضه بالشكل اللي يريحك. اهم تكنيك وانت بتلعب في الجهاز دوت، انا باخد مثلا كده اهو كوعي جنبي، جو ان انت بقى قدام ورايح وعمال تيجي كده، لا بلاش. كوعك جنبك ثابت وبنزل، الكوع ثابت ما بيتحركش. اتهلكت. لا ما توقفش، ما توقفش يا جماعه بامانه. الراجل ده افشل حد يمسك كاميرا قسما بالله. اخر حاجه هتاخد واحده اوفر هيد، ممكن عادي، ممكن تاخدها بالحبل، ممكن تاخدها برضه بالمسطره الزجزاج، مش هتفرق على حسب ايه انت مرتاح في ايه وقوعك مرتاح في ايه. بس لازم تصمم على كده بس شويه. اخر حاجه كده النهارده نكون خلصنا التمرينه. خدنا النهارده تمرين البوش. اتمنى تكونوا انتوا استمتعتوا، ولو عجبتكم سلسله الاسئله ديت اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ممكن نعمل منها سلسله جزء اول وجزء تاني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشيره مع صاحبك، ما تنساش اللايك والفولو. وزي ما بنقول كل حلقه محدش هينفعك غير نفسك. مش قادر اسقف، اقفل يا ابني.